7 صنايع والبخت ضايع. الجملة دي مش جاية من فراغ، هي عن الشخص اللي بيحاول يجرب كل حاجة، بيدخل في كل مجال وبيفتخر انه بيعرف شوية من كل حاجة، لكن لما تيجي للواقع بتلاقيه زي السراب، مفيش قيمة حقيقية لانه مش مميز في حاجة واحدة. بتجرب كل حاجة من غير هدف، زي بالظبط ما تقعد تجمع ادوات كتير في شنطة عدة لكن في الحقيقة مش بتعرف تصلح بيها حاجة. يا عم العلم مش للتكديس والمهارة مش للاستعراض، الوقت غالي جدا، خسارة بعطره في الهواء. طب نعمل ايه؟ انت محتاج تركز قوي على الديب وورك، يعني مهارة واحدة بس تتقنها كويس جدا، تطورها لحد ما تبقى شاطر فيها مالكش حل، يعني تكون محترف في حاجة واحدة تميزك. عارف النجاح الفعلي بيكون في الاتقان مش في الكترة. خليك زي السهم، طريق واضح وهدف ثابت، وركز طاقتك كلها في مكان واحد بس، وابدأ دلوقتي لأن الطريق الصح هو اللي بيوصلك لخط النهاية، إنما الطرق المتفرعة ممكن تشتتك. فبقول لك إيه؟ احسبها صح واختار طريقك كويس.